يا صباحكم او مساءكم بهجة، انا بهجة واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة خفيف سريع، مش هناخد فيه اي وقت، بس هي تركاية حلوة انا بستخدمها قلت افيدكم معايا. لو بتستخدموا اي نوع زيت لشعركم، عندي فكرة ليكم حلوة وبسيطة مش هتكلفكم كتير، هتخليكم ان انتوا ما تحطوش زيت كتير قوي على شعركم فشعركم يبقى مزيت بزيادة وتضروه بدل ما تفيدوه. وكمان لو الازازة وقعت الزيت مش هيقع لو انت بتستخدميه. ساعات لما بنبقى فاتحين الازاز وبنستخدم الزيت، لو اتدلق خلاص، شايفين فتحه كبيره ازاي، لو وقع خلاص هيتدلق كله، فحرام. كمان الفتحه كبيره فبتنزل كميه زيت كبار. حل المشكله دي حاجه بسيطه خالص، هي بخاخ. هاتوا اي بخاخ عندكم، خصصوه للزيت بتاعكم، تفتحوا الازازه، تملوا الزيت اللي انتوا عايزينه وخلاص، تقفلوا الازازه وتستخدموها بكل بساطه من خلال البخاخ. ترشوا على ايديكم 3 4 5 10 رشات على حسب سمك شعرك وطول شعرك، وتحطيه على شعرك. كمان ممكن تحطيه على الجذور لو هتعملي حمام كريم، هيفيدك قوي وهيوفر عليكي. والازازه لو انت فاتحاها وبترشي بداتي تحطي زيت على شعرك، لو وقعت مش هتقع اي زيت. بصوا مفيش اي زيت نزل، فده هيوفر معاكم اولا فلوس، هيوفر عليكم تنظيف، وهيوفر عليكم انتوا ما تزيتوش شعركم او تضروه. طيب الازازه دي هتجيبوها منين؟ اي ازازه عندكم ببخاخه زي دي تقدروا ان انتوا تستخدموها. بس الازازه دي انا جبتها من شارع الجامع الاحمر ب 8 جنيه، صراحه حلوه وجميله، ربنا يبارك فيها وموفره عليا كتير قوي. فدي نصيحه ليكم ان انتوا تستخدموها في اي زيت انتوا بتحطوه على شعركم، او اي حاجه بتستخدموها ينفع ان انتوا تطبخوا بيها، او يعني سائله كده ليكويد ينفع ان هي تتحط في البخاخه، حطوها وبصراحه على ضمانتي. وده كان فيديو النهارده، فيديو خفيف لطيف سريع، حبيت ان انا افيدكم فيه، واستنوني في فيديو جديد ومع السلامه.